النهارده بقى هنعمل صينية العزومات وصينية الولايم بمنتهى السهولة، هنعمل بمعنى أصح صينية عيد الأضحى. جبت لكم عيد الأضحى بدري شوية، كل سنة وحضراتكم طيبين. الصينية عبارة عن إيه؟ عبارة عن ممبار، عبارة عن رز بسمتي، عبارة عن كفتة، عبارة عن عكاوي، عبارة عن موز. بمنتهى السهولة وحاجة سهلة بدل ما تشتريها من بره. كلكم عارفين بتبقى غالية قد إيه، يعني يقول لك صينية العزومات دي يعني بمبلغ وقدره. هنعملها النهارده بمنتهى السهولة، وحاولت أسرّع الفيديو على قدر المستطاع علشان إيه، أبقى خفيفة عليكم. بس يا ريت تحطّي لايك. بس قبل ما نبتدي الفيديو نسمّي الله ونصلّي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب والوصفة المميزة. أتمنى تحطّوا لايك الفيديو، واللي ما اشتركش يشترك في القناة ويتفعّل زر الجرس علشان كل ما أنزّل فيديو يوصلك إشعار بيه. وأتمنى انتشار الفيديو ده بين أصدقائكم علشان تعُم الفائدة للجميع. مبدئيًا كده في بداية الفيديو يا جماعة معلش أنا عندي برد جامد أوي، فاعذروني بقى يعني إيه صوتي رايح خالص. يالّا بينا ونشوف الجمال ده كله عملناه إزاي. في الأول كده هنعمل التسبيكة بتاع الممبار. معانا بصلتين محترمين كده، طبعًا الممبار بيحب الخضرة الكتير وبيحب البصل الكتير علشان يدّي له تسكيرة كده. طبعًا إحنا مش هنحمّر البصل يا جماعة، هنخلّيه دهبي كده وننزل بفصّين توم، وبعد كده ننزل بالطماطم زي ما هي كده، يعني بسلطاتها ببغنوجها ما تصفّهاش. طماطم يا جماعة بتضربيها في الخلاط وبعدين تنزلي بيها بتاع المحشي أو الممبار ولا الحاجات دي، وتنزلي بيها. وبعد كده هنحط فصين توم نيين، وهنحط 7 بهارات معلقة كبيرة، وهنحط ملح نضبط الملح ونسيبها تتسبك وتعيش مع بعضها. يعني الموضوع أهو سهل خالص. ده مبدئيًا كده. أنا باحاول يا جماعة أتكلم بسرعة علشان إن أنا إيه، الفيديو كان هيبقى طويل جدًا، فحاولت إيه سرّعت الفيديو يعني إيه، على قد ما أقدر. أهو زي ما أنتم شايفين باضبط الملح بتاعه، وباحط شوية شطة كده، الشطة طبعًا اختياري لو أنتِ حاباها. ال7 بهارات اللي هي فلفل أسمر، كمون، كزبرة، حبهان، كل ده بنضربه في بعضه وهو ده 7 بهارات. بعد كده بنجيب الصينية بتاعتنا ومعانا معلقتين كبار من الزيت و3 معالق من الزبدة، وهنبدأ ننزل بالموز بتاعتنا علشان نديها صدمة كده قبل ما نسويها. أنا باقول لِك وما تنسينيش في اللايك، يا ريت تكوني حطيتِ لايك، ولو ما اشتركتيش لو اشتركتِ هاكون سعيدة بيكِ جدًا. بعد كده أهم حاجة تنزلي بالموز بتاعتِك والسمنة سخنة، يعني تسخّني السمنة كويس. معانا ورقتين لوري، عود فصين حبهان، عود قرفة. معلش يا جماعة أنا قُلت لكم أنا عندي برد باحاول إن أنا أتكلم بسرعة، يعني طبعًا لو أنا نسيت حاجة الصورة خير دليل. أنا باخدها صدمة كده على السريع فالنار عالية يا جماعة، وأقلّبها تقليبتين وبانزل بالمَيّة بتغلي، اوعي تنزلي بالمَيّة باردة، واسيبها احطها في حلة بقى، طبعًا الصينية مش هينفع تستوي فيها، واهدّي نار متوسطة كده واسيبها تعيش مع نفسها وتستوي، واسقسق لها شوية مَيّة بشوية مَيّة كده، بس المَيّة أهم حاجة تكون بتغلي، علشان طبعًا تاخدي الطعم الحلو بتاع الموز. يالّا نروح للعكاوي بتاعتنا، يالّا بينا. بعد كده العكاوي يا جماعة، اللي مش عارف العكاوي ده هو الديل بتاع البقرة يعني والّا الجاموس، هو ده اسمه العكاوي. بتجيبيه من عند الجزار بنفس الشكل كده، هو بيفصصه لِك بيقطّعه نُص تقطيعة كده، وبعد كده أنتِ إيه سلّكيه بالسكينة كده. موضوع سهل يا جماعة، عشاق العكاوي بقى هنعمل طاجن عكاوي في الفرن. طبعًا العكاوي بتتحط في الفرن مع نار هادية كده مع نفسها، بتاخد لها بتاع ساعتين ونُص 3 ساعات مع نفسها كده، بس طعمها بيبقى تحفة، غير ما بتسلقيها طبعًا على النار. والحاجة يا جماعة اللي معمولة في الفخار بتبقى بتدّي طعم حلو أوي. يالّا بينا، معانا معلقتين كبار من الزبدة على 4 معالق من الزيت، وهنعمل البصل بتاع طاجن العكاوي الأول. هانزل ببصلتين كده محترمين مقطّعاهم يعني قطع كبيرة كده، وهادّيهم إيه كرملة بسيطة، يعني أحمّرهم على جنب كده. وبدأت أجيب العكاوي برضه على معلقتين زيت على معلقتين سمنة، وأدّيها صدمة نفس اللي أنا عملته في الموز. عود قرفة، فصّين حبّهان مش هاقول مش هاقول بقى عود حبّهان، فصّين حبّهان لوري، وبعد كده باقلّبه كده بادّيها تحميرة، بس أهم حاجة النار تكون عالية. أنا بادّيها يا جماعة صدمة، لو أنتِ وطّيتِ النار المَيّة هتنزل من اللحمة، إحنا مش عايزين المَيّة تنزل منها، إحنا عايزين ندّيها بس صدمة إيه، على نار عالية. وبعد كده هاحطّها في الطاجن ونحط البصل عليها وأقول لِك هنعمل إيه. حتى هو الموضوع سهل ما فيهوش أي حاجة خالص، يعني ما فيش افتكاسات ولا أي حاجة، ولا حد يروح يقول لي اشتري الصينية بمبلغ، يعني سألت عليها يا جماعة بمبلغ خرافي مش عايزة أقوله الصراحة. معانا معلقة من التوابل 7 بهارات بادّيها طبعًا ده كله باحطه في الطاجن أهو، بعد ما اديتها صدمة. بانزل بالبصل ده طبعًا هو يعني إيه يصفر كده ما تحمّرهوش أوي، عليه فص توم، بادّي توم مجرد ما الريحة بتاعته تطلع بس، وبعد كده بتطفيه على النار. طبعًا في الوقت أنا مسخّنة درجة حرارة الفرن على 200، لإن هندخّل الطاجن ده في الفرن. بعد كده بنشيل البصل ده ونحطه على الطاجن.
البصل يا جماعة ما تحمروش، لأن انت لو حمرتيه التسكيرة بتاع البصل دي هتروح. احنا بس بندبله نخليه ايه لون ذهبي. بعد كده بنحطه على الطاجن. وطبعا في الوقت ده انا بغلي مية على النار، ما ينفعش ان انا احط مية باردة على الطاجن. ورقة اللوري، حبهان، المتعارف عليه بقى عود قرف الحاجات دي كلها، وانزل بالمية بتغلي واسيبها مع نفسها، اغطيها بورق فويل واحطها في يعني انزل الشبكة لتحت شوية. شايفين انا بقى دايما بحط الطاجن يا جماعة في صينية، ما بحبش احط الطاجن كده من غير صينية، واسيبه يعيش مع نفسه ونروح نعمل الكفتة بتاعتنا. مبدئيا كفتة يا جماعة، كيلو لحمة عليهم 200 جرام من الدهن، وهفرمهم كويس قوي مرتين اتنين. بصلاية متوسطة، فصين توم، فلفل اسمر يعني 7 بهارات، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة برضو صغيرة من النشا، والملح بتاعنا، وتعيش مع نفسها. اهم حاجة تعجنيها كويس قوي لحد ما تعمل شعيرات كده، عشان نجاح الكفتة هو العجن بتاعها كويس. بس تفرميها مرتين علشان تنعم معاكي. كله كيلو لحمة له 200 جرام من الدهن. بعد كده بصبحها على سيخ خشبية اهو، او سيخ عادي. وبعد كده انا جايبة شبكة، هوريك الحركة اللي انا هعملها دلوقتي. شبكة وتحتها صينية، هدخلها في الفرن. شايفة انا بلفها ازاي علشان تديني الايه الخطوط اللي انتوا شايفينها دي. احط شوية مية برضو في الصينية، وادخلها الفرن على اعلى درجة حرارة تلت ساعة. وبعد كده تقلبيها وتحطيها تحت الشواية 5 دقايق بس، تلت ساعة على نار عالية في الفرن، في الرف اللي في الوسط. وبعد كده بشغل لها الشواية. نيجي الممبار بتاعنا طبعا مغسول كويس بخل وليمون، بس خلي بالك الخل وتنقعيه فيه. الخل بتغسليه وهو تحت الحنفية على طول، لان انت لو انا هتشيه في الخل ولا سبتيه في الخل هيعمل ايه منك؟ هيخرم منك. الخل بيخرم يا جماعة الممبار. وانت بتغسلي تحت الحنفية على طول. بتجيبي يا اما حلق بتاع ازازة تفتحيه وتحطيه في الممبار عشان يسهل الحشو معاكي، او تجيبي عارفة كيس الحلواني اللي انا جايبة القمع بتاعه ده، انا حاطاه علشان يسهل عليا يفتح الممبرايه كده، واحشيه بمنتهى السهوله. شايفين؟ ما تمليش الممبار قوي، الممبار لازم يكون مهوي مبطط كده. بعد ما تمليها تبطشيه بايدك كده. في الوقت ده انا حاطه طبعا ميه بتغلي على النار عشان هنسلق الممبار فيه. طبعا انا هعمل الممبار كله وارجع لكم تاني، علشان طبعا انا قلت لكم ان انا بحاول اقلل الوقت بقدر المستطاع. طبعا جايبين الحله بتاع الممبار دي، حله كبيره بقى. ميه بتغلي يا جماعه، بس ميه يكون كتير وحله تكون واسعه. اهم حاجه ميه كتير وحله واسعه. وبعد كده بياخد بالظبط على النار ساعة ونص. ورقة اللوري، معلقة بهارات، وهنسيبه ساعة ونص. بعد الساعة الأولانية يا جماعة تبدأي تحطي الملح بتاعه، يعني تبدأي تحطي معلقة كبيرة ملح كده عشان يشرب ملح. يبقى ياخد قد ايه نار متوسطة، وما تعليش النار عليه. وكل ربع ساعة تاخديه تقليبة من تحت كده علشان طبعا ما يلزقش تحت. نيجي بقى للرز البسمتي بتاعنا، طبعا حاجة سهلة. معلقتين كبار من الزبدة، 3 معالق زيت، رشة ملح، معلقة كاري صغيرة، ومعلقة كركم صغيرة. وعايزة تحطي مكعب مرق حطي، مفيش مشكلة. وابدأ اقلبه لحد ما ريحة الكاري والكركم تطلع كده. وبعد كده بنزل كمان معلقتين زبدة علشان طبعا يعمل له نكهة حلوة. في الاخر الزبدة دي قبل ما احط الشوربة على طول بنزل معلقتين من الزبدة. معانا نص كوباية من الزبيب. طبعا يا جماعة تغسلي الزبيب وتنقعيه في مية، علشان فوقات بيبقى فيه رملة، يعني تنقعيه في مية دافية شوية كده. وبعد كده تفركيه وتحطيه في الرز، ما تحطوش مباشر علشان فوقات بيبقى فيه رملة. بعد كده هتحطي يعني هتزودي مثلا لكل كوباية رز بسمتي يا جماعة لها 3 كوبايات من الشوربة. طبعا كلكم عارفين ان الرز بسمتي بيبقى شوربة كتير. بعد ما الممبار استوى بعد ساعة ونص بالظبط، بس كل ربع ساعة باخده تقليبة، خلوا بالكم. ونار مش عالية، ما تعليش النار عليه. ما فيش ولا واحدة انفتحت ما شاء الله. الرز اللي بره ده بس ايه اللي هو بيبقى عليه من بره. بعد كده بنجيب زيت ونيجي نحمره بعد ما يستوي، بنحمره. موضوع سهل سهل خالص يعني. بعد كده طبعًا ما تحمّرهوش أوي، علشان لو حمّرتيه أوي بيبقى طعمه مش حلو. يعني ما يغركيش اللون مش أحمر أوي تقومي إيه قارصة عليه في التحمير، هيبقى طعمه مش حلو. يعني خلّيه لون دهبي كده ابدئي شيليه على طول. طبعًا في الوقت ده إحنا بنشيله على مناديل يا جماعة، علشان طبعًا المناديل تشرّب الزيت. بس في الوقت ده يا ريت تكوني بقى حطيتِ لايك، ويا ريت تكوني اشتركتِ في القناة. أهو شايفين؟ الموضوع سهل، سهل، سهل. ولو عايز أي استفسار ابعتي لي كومنت. نشوف طاجن العكاوي بتاعنا ونغرف الأكل بتاعنا اللي زي الفل. طاجن العكاوي ده يا جماعة، العكاوي بتاخد سوا على فكرة يا جماعة. أنا مهدية النار 200، مش معلية قوي. وخدت مع نفسها حوالي ساعتين ونص كده تقريبا، في الرف اللي يعني تحت مقرباها شوية. بعد كده بنغرف الصينية، ما شاء الله عليها تحفة بصراحة. حاجة كده مشرفة وما تقدري تعمليها. وطبعا أرخص وأنضف من بره بمراحل. طبعا مش هتشتري الجمال ده كله. شايفين؟ أنا الممبار يا جماعة ما قطعتوش، سِبته زي ما هو كده. لكن طبعًا أمّا نيجي ناكل هنقطع كل واحدة 2، 3 كده. شايفين؟ أبدأ أحط الرز كده في النُص.
لحد كده متفقين؟ أقول لكم حاجة بقى وتعالوا اتفضلوا معانا. كل سنة وحضراتكم طيبين، العيد الأضحى بقى يعني إيه، يعني قرّب برضه يعني مش مقرّبش ولا حاجة، فتقدروا تعملوها في عيد الأضحى، تقدري تعمليها لو عندِك عزومة، بدل ما تشتري الصينية بالشيء الفلاني. نعمل الكفتة معانا، شايفين الكفتة وجمالها عامل إزاي، شوية خضرة بقى باجرنش الممبار بتاعي، شايفين؟ ده يا جماعة اللي هي الموز، الموز استوت أهي، وهاجيب العكاوي برضه وأرصها معاكم، وهاوريكِ قد إيه مستوية ودايبة دوبان، شايفين الجمال؟ طبعًا هي الصورة خير دليل، شايفين هي دي بقى العكاوي، في طبعًا عشاق العكاوي في ناس بتحبها جدًا يا جماعة، هي فعلًا تستاهل تتحب بصراحة. طب نشوف ناكل بقى مع بعضنا ونشوف قد إيه مستوي وقد إيه جميل. أنا باحاول أجيبها من كل الاتجاهات عشان أوريكم جمالها. يالّا بينا، أوريكم الكفتة عاملة إزاي، ما شاء الله الكفتة لا فكِّت ولا جرى لها أي حاجة خالص كده، طرية كده وجميلة جدًا. طب اللحمة الموز عاملة إزاي، بصراحة دايبة دوبان. نشوف الممبار بتاعنا روعة. وأسيبكم في رعاية الله وأمانه، انتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.